بنبقى متصلين عشان نعيش المشاكل ونشوف اللي بيحصل، وننفصل عند الكتابة سواء في الشعر أو في الرواية عندك يا حبيبة. الاتصال والانفصال محتاج توازن، بحيث ان انا ببني شخصياتي في العالم بتاعي الافتراضي اللي انا بحطه، اللي انا بكتب منه او بكتب الشعر او القصيده اللي انا بكتبها عليها، ولكن بيحتاج مني موهبه اولا هي فطريه في الاول، خلينا نتفق عليكم انتوا الاثنين، ولكن في النهايه انا محتاج ادوات اشتغل عليها واطورها كل فتره. بنعمل ده ازاي؟ وبنواكب التطور اللي بيحصل ازاي في ظل برضو ان المتغيرات بقت في العصر الحالي كبيره ومتغيره، كل ثانيه في حاجه جديده وفي مشكله جديده. بنعمل ده ازاي يا مصطفى؟ اللي هو الموضوع لكذا حاجه. اتفضل. في حاجات سهل، مثلا هكتب قصيده عن مصر، تمام، فانا عندي شعور معين مثلا زي ايام الثوره او الظروف زي اللي احنا فيها او ايا كان، فانت عندك ايه؟ تحدي. التحدي يعني بيبقى سهل وصعب. سهل وصعب ازاي؟ هو سهل ان انت مصادر، انا هكتب عن مصر فهقرا هلاقي الاف الحاجات عن مصر، عن تاريخ مصر، عن في كل حقبه لمصر لوحدها تاريخ، وكل حقبه فيها انجازات وكده. فانا ببدا عندي الموهبه وعندي الفكره اللي انا عايز اكتب فيها، وممكن يبقى الموضوع بيبدا معاك ببيت واحد او بيتين، بتبقى هي خلاص ايه بيت القصيد. يعني الموضوع الاغنيه او القصيده جالك بيت واحد كده تقول في موضوع هيبقى حلو، تبدا تركز فيه. ببدا اقرا بقى واشوف مثلا هكتب عن مصر، ابدا اقرا تاريخ مصر، واكتب مثلا وبعد كده تبدا تنظم القصيده بتاعتك، يطلع الموضوع يعني الى حد ما كويس يعني. ما مرضي يطلع. أيوة. مرضي عشان احنا اتكلمنا في ده قبل ما ندخل الهوا.